بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. السلام عليكم متابعين قناة جي اف دي سبور. سوف نتكلم في هذا الفيديو عن تعادل مانشستر سيتي ضد نادي لايبزيغ وتوهج رياض محرز اليوم والمنصب الجديد الذي لعب فيه اليوم. أعزائي الكرام، لعب محرز في الشوط الأول في مركز صانع الألعاب، المركز الذي يلعب فيه دي بروين الغائب عن هذه المباراة بسبب الزكام، حيث كان محرز اليوم أخطر عنصر في مانشستر سيتي في الشوط الأول. كل الكرات كانت تمر عليه وهو المحرك في وسط الميدان، قليل من المرات التي يلعب فيها الجناح الأيمن، حيث كان قريبا منه جدا كل من هالاند، ودائما ما يسانده برناردو سيلفا وويلكار، حيث سيطر السيتي بالطول والعرض في الشوط الأول. كل لاعبي نادي لايبزيغ متراجعون إلى الخلف لمدة 27 دقيقة، حتى جاء هدف الساحر رياض محرز في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من غوندوغان. أما في الشوط الثاني فقد غير غوارديولا خطة اللعب، حيث كان يلعب بخطة 3-2-4-1، وأصبح يلعب بالتشكيلة 4-3-3. فتراجع مستوى الفريق كثيرا دون أن يقوم بأي تغيير. جريليتش كان يكسر الكثير من المرتدات ويلعب بالعرض فقط، وضيع الكثير من الكرات. أما غوندوغان فكان بطيئا جدا في وسط الميدان. أنا شخصيا كنت أريد تغيير غوندوغان أو جريليتش ويدخل مكانهما فودين الذي يجيد اللعب في المركزين، ولكن لا حياة لمن تنادي. فأخذ عناصر لايبزيغ الثقة في أنفسهم وأصبحوا هم المتحكمون في اللقاء، فكانوا يضغطون على مانشستر سيتي، وأصبحوا جميع لاعبي مانشستر سيتي في الدفاع حتى استطاعوا تسجيل هدف التعادل. أعزائي الكرام، لو لعب رياض محرز بالطريقة التي لعب بها غوندوغان أو غريليتش لرأيناه أولى المغادرين. المهم والأهم في هذه المباراة هو تألق رياض محرز الذي سجل هدف الفوز وتتويجه للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا برجل المباراة، حيث نجح محرز في دخول التوب 5 الأفارقة، وهم الخمسة الأفارقة التي سجلوا أكثر من 20 هدف في دوري أبطال أوروبا. في المركز الأول محمد صلاح وديدي دروغبا ب44 هدف، وصامويل إيتو ب30 هدف، وساديو ماني ب27 هدف، ورياض محرز ب20 هدف في دوري أبطال أوروبا. أما عن إحصائيات رياض محرز اليوم، لمس 60 كرة، صنع 5 فرص، 4 عرضيات صحيحة، لمس الكرة 4 مرات داخل منطقة جزاء الخصم، مراوغتين ناجحتين، زائد رجل مباراة. ليواصل محرز توهجه بعد كأس العالم، حيث سجل 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة. أما عن تصريحات بيب غوارديولا فقد سأله صحفي عن لماذا لم يلعب فودان أساسي اليوم، فقال غوارديولا: في الفودان قدم مباراة رائعة أمام نوتنغهام فورست، لكن رياض محرز يمر بفترة ممتازة، لذا أشركنا رياض محرز اليوم. إذن أعزائي الكرام، كان هذا فيديو اليوم، إلى الملتقى إن شاء الله.